الواحد زهق خالص. ايام ما كان الواحد عايش في بيت اهله، كان الواحد بيصحى بيلاقي الفطار جاهز، ويرجع في اي وقت يلاقي الغدا جاهز، ويرجع بالليل يلاقي عشاء متجهز ومتشله. ارجع الاقي اوضتي نظيفه جدا، الاقي الشبابيك متهويه، الاقي هدومي اللي انا قلعتها وسبتها في الارض متعلقه على الشماعه. لما كنت اعيا كانت دايما امي تتمنى ان هي اللي تعيا وانا ابقى كويس. بعد الجواز انا ما لقيتش ده. انا كان نفسي اتجوز واحده زي ماما تهتم بيا كده، تديني نفس الاحساس ده. خلي بالك، مش انت بس اللي حاسس بده، هي كمان حاسه بده، مراتك حاسه بده. ايام ما كانت قاعده مع والدها كان بيتمنى لها رضا ترضى. كانت لما بتطلب لبن العصفور كان بيجيبه لها. كان بيبقى سعيد قوي لما بتطلب منه حاجه. الحياه بقت مختلفه لما اتجوزت. لو احنا لسه هنعيش في الزمن القديم يبقى ما ينفعش نعيش في الزمن ده، نرجع نعيش في الزمن القديم. أصدقائي الأعزاء، أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من كبسولة حب. خلي بالك، انت لو عايز تتجوز واحدة زي مامتك ارجع بالزمن من 30 ل 50 سنة ورا، ودور على واحدة زي مامتك وعيش معاها في الماضي. احنا النهاردة عايشين في عصر مختلف تماما عن العصر اللي كنا عايشين فيه ايام ما كنا لسه اطفال. احنا النهاردة كبرنا، الزمن اتغير، الوقت اتغير. زمان كان الرغيف بقرشين ساغ وكان ب5 ساغ، النهاردة الرغيف بقى بنص جنيه وبجنيه. الدنيا النهاردة ما بقتش الحياة الزوجية بس، بقى في تعب جدا في الشغل، في معاناة، في سوشيال ميديا واخدانا من بعض، في حياة مختلفة بكل ظروفها وكل إمكانياتها عن الحياة بتاعت زمان. انت زمان كان مطلوب منك انك انت تذاكر وتهتم بنفسك وهم يصرفوا عليك. انما النهاردة انت عشان تصل الى ان حد يهتم بيك لازم انت كمان تكون بتقدم مقابل، تكون انت كمان بتهتم بالطرف التاني. نفس القصة للزوجة. زمان كنت بتلاقيهم بيهتموا بيكي بدون مقابل، والدك بيدفع لك فلوس عشان التعليم، عشان المذاكرة، عشان الدروس، عشان اللبس، مش في مقابل اي حاجة، في مقابل ان يلاقيكي بس بتضحكي، ما كانش عليكي مسؤولية. الحياة الزوجية واجبات والتزامات، زي ما بناخد لازم ندي. ما ينفعش الزوج يخلي الزوجة تعيش في هنا وهو مش شايف منها هنا، وما ينفعش الزوجة تخلي الزوج يعيش في هنا وهي مش شايفة منه هنا. زي ما بناخد لازم ندي. لما تبقى عايش في زهق مش معنى كده انك انت تغير حياتك الزوجية، معنى كده انك انت تغير الطريقة اللي بتتعامل بيها في البيت، اللي بتتعامل بيها مع الطرف التاني. انا هحكي لكم على قصة حلوة قوي. في شاب جميل بيفطر كل يوم ب2 جنيه، بينزل بيشتري رغيفين عيش بنص جنيه، وبعدين بجنيه ونص بيشتري طبق فول وبيفطر بيه. في يوم هو واقف في الفرن لقى في عنده دنش ملفوف في سليفان، وشكله حلو قوي الدنش ده، وعليه عسل وعليه قطعة فاكهة. قال انا النهاردة مش هفطر فول ولا هفطر عيش، انا هجيب قطعة دنش واغير وافطر الدنش النهاردة. فقال للبياع قطعة الدنش دي بكام؟ قال له دي ب2 جنيه. قال له بس انا مش باقي معايا غير جنيه ونص. قال له ما يحصلش حاجة، هات الرغيفين اللي معاك دول بنص جنيه والجنيه ونص واديك قطعة الدنش. فالولد لقى الفكرة دي حلوة قوي، قام مديله العيش واداله قطعة واداله الجنيه ونص، وخد قطعة الدنش الجميلة اللي شكلها حلو اللي ملفوفة في سليفان. وهو ماشي فك السليفان وعض عضة في الدنش، قطم اول قطمة لقاها بايتة طعمها وحش قوي وناشفة. قال ايه ده، انا خدت مقلب، انا اروح جري ارجع قطعة الدنش دي واخد العيش بتاعي. رجع الفرن قال له خد قطعة الدنش بتاعتك دي بايظة وهات لي رغيفين العيش بتوعي والجنيه ونص. قال له ما ينفعش ارجعها، انت فتحتها وعضيت منها عضة، قطمت منها قطمة،
ما ينفعش ارجعها، رجعها لي سليمه وخد فلوسك. قال له رجعها سليمه ازاي؟ ما انا خلاص كلت منها قطمه. قال له انا اخدها دلوقتي ابيعها لمين؟ ما خلاص باظت. الولد ساب قطعه الدنش وعدى اليوم ده من غير ما يفطر. خلي بالك، رغيفين العيش دول حياتك الزوجيه. قطعه الدنش ده اي حاجه بتستهويك بره البيت، واحده بتضحك عليك، واحده شكلها حلو، واحده انت بتحس انها مش حقك بتدور عليها. نفس القصه للزوجه. رغيفين العيش هم بيتك. ما تبصيش على حد بره، ما تبصيش على حياه صاحبتك، ما تبصيش على حياه حد انت شايفاه احسن منك، الله اعلم هو عايش ازاي. احنا ممكن نسيب رغيفين العيش، لكن لما نيجي نرجع تاني ندور عليهم ما نلاقيهمش. ممكن ما تلاقيش بيتك تاني، ما تلاقيش اسرتك تاني، او تلاقيهم بس بعد ما يكون حصل فيهم شرخ عظيم ما ينفعش يتصلح. الزوجة فقدت الاحساس بالامان والثقة فيك، وولادك نفس القصة. وانت كمان ممكن تيجي ترجعي بيتك مش هتلاقي جوزك، ومش هتلاقي اسرتك، مش هتلاقي الرباط اللي بينك وبين عيلتك. خلي بالك، نهتم بحياتنا وباستقرارنا اللي احنا عايشينه ونصلح فيه، لكن ما نغيروش. ما نبصش لحد تاني، لان التاني ده ممكن يكون بس من بره هو اللي كويس، لكن من جوه وحش جدا، وان العيش احلى منه. مفيش حد يقدر يعيش من غير العيش، لكن الكل يقدر يعيش من غير الدنش. انا بكده بكون خلصت حلقة النهاردة. كان معاكم خالد شهاب.